مساء الخير. طبعا الايام دي بنحتاج طماطم كتير علشان رمضان وعشان الصيام الكبير، وطبعا مفيش اي بيت بيستغنى عن الطماطم. فتعالوا الايام دي نلحق بقى كده الطماطم وهي رخيصة خالص وموجودة كتير في السوق، ونخزن بقى كمية كتير على قد ما نقدر. كل ما يبقى عندكم مكان في الفريزر هاتوا وخزنوا، ما بنستغناش عنها طول السنة. بس لو اول مرة تشوفوني، انا اسمي مادونا، تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. ويلا بقى نجيب اكبر كمية من الطماطم نقدر عليها. انا كنت جايبة الكمية دي، انا خزنت على كذا مرة، كل ما يفضى مكان في الفريزر اجيب بداله طماطم على طول، علشان السنة اللي فاتت كانت خلصت عندي واضطريت اشتريها وهي غالية. بغسل طبعا الطماطم كويس، وببتدي كده اقسمها نصين، وبشيل الجزء الاخضر بتاعها ده. لو حجمها كبير قوي ممكن تقطعوها 4/4، يعني كده كده هي هتستوي في بعضها فمش هتفرق. على فكرة طريقة التخزين دي انا بقالي سنين من يوم ما اتجوزت بخزنها بنفس الطريقة، حلوة جدا ومعتمدة عليها دايما. جبت هنا بنجرية صغيرة عشان طماطم كان لونها فاتح شوية. ما نزودش البنجر يا جماعة، لو زودنا البنجر قوي بيقلب على لون فوشيا كده، يعني بتلاقوا الطماطم قلبة بلون فوشيا تقريبا، يعني مش بتبقى لونها احمر. لكن يعني حطوا كده، زودوا حتة كده صغيرة في المعقول. ببتدي بقى احط الطماطم على البوتاجاز واغطيها، وكل 5 أو 10 دقايق كده اديها تقليبة لحد ما نلاقي الطماطم اتهرت خالص في بعضها. شايفين اللي جاي من تحت كده، اللي بطلعه من تحت بقلبه مهري، واللي فوق لسه سليم. فبقلب كده ايدي فيها من وقت للتاني، ومش بزود لها مية ولا اي حاجة، هي بتنزل ميتها وبتستوي في بعضها لحد ما بلاقيها اتهرت خالص كده. شايفين عاملة ازاي؟ لو هضربها بقى في الخلاط بستنى لحد ما تبرد خالص واضربها في الخلاط. لو عندي هاند بلندر بلاستيك برضو استنى لما تبرد. لو هاند بلندر ستانلس زي كده لا، ينفع عادي تضربيها وهي سخنة. ببتدي اضربها كويس. طبعا الهاند بلندر بتسهل الموضوع جدا، يعني بياخد وقت اقل بكتير من الخلاط، بس اللي موجود عندنا هنعمله. نبتدي بقى نضربها وننعمها كده كويس خالص. على فكرة ان احنا نضرب الطماطم ونصفيها وهي مستوية كده بتهدر معانا كمية قليلة خالص، غير لما نضربها وهي فريش كده في الخلاط ونصفيها بيطلع معانا هدر كتير. جربوها وانتوا هتلاقوا الفرق بنفسكم. كده خلاص اتأكدنا ان الكمية كلها اتضربت معانا. اهي بوريكم بقى كده بعد ما ضربناها كويس. في ناس ما بيحبوش يصفوها، طبعا دي حرية، يعني كل واحد وحريته يعني، لكن انا بحب اصفيها. جبت بقى حلة تانية كده ومصفى، وببتدي بقى كده اخد شوية بشوية واصفيهم. مش بتاخد معايا وقت، يعني التصفية بتاخد تقريبا 10 دقايق يعني بالكتير حسب الكمية. ببتدي بقى كده اصفيها في الحلة معايا. هنا بقى الكمية كلها بعد ما صفيتها بزود بقى 2-3 سكر على الكمية الكبيرة دي. حد هيقول لي ليه؟ اولا السكر مادة حافظة، ثانيا احنا دايما متعودين لما نطبخ نقول ايه، نزود رشة سكر علشان حموضة الطماطم. انا بنسى دايما وانا بطبخ ازود رشة السكر، فانا كده حطيت السكر عليها بحيث وانا بطبخ ما محتاجش. بعد ما بردت كيستها، ودي الكمية اللي معايا. بتمنى يكون الفيديو عجبكم.